السلام عليكم، صلّوا على الحبيب يا حلوين وشجعونا باللايكات والكومنتات بتاعتكم الحلوة دي كتير أوي. النهارده بقى نعمل لكم فطير جميل، فطير مورق وجميل وسهل وبسيط، ومن أول مرة هتعمليه هينجح معاكِ، وبجد مش هتبطّلي تعمليه. ما شاء الله بكيلو من الدقيق عملت 4 فطاير زي ما أنتم ما شايفين، مورق إزاي واخد لون حلو أوي، وبجد طريقته حلوة وسهلة، والمكونات بتاعته في كل بيت. زي ما أنتم ما شايفين حاطين معاه طحينة وحاطين معاه جبنة، طبعًا بمِش أنا كنت مخلّلاها معاكم قبل كده، وخيار وطماطم، أي حاجة أنتِ ممكن تحطيها جنبيه تتاكل. بجد فطير طعمه لذيذ وخفيف كده. وهتقولوا لي فطير في الحر ده، والله أنا كنت على آخري مش عارفة أعمل بصراحة أي أكل، حيرة زي كل سِت مصرية. فقُلت أغيّر في الأكل وأعمل فطير، ما جبتوش من زمان يعني أو ما عملتوش من زمان. فيالّا معايا بقى أول حاجة كده نسمّي بسم الله، ومعانا كيلو دقيق منخول كويس جدًا، تمام. وحطينا رشة ملح ورشة سكر، والسر بقى في نُص الكوباية اللي أنا حطيتها دي. حطيت إيه، حطيت نُص كوباية دقيق سميد بسبوسة. ودي ليه بقى حطيتها علشان بتفرد معايا العجينة بكل سهولة، بتخلّي العجينة تتفرد معايا على طول، ما اقعدش أبطّط فيها أو تقعد معايا بصعوبة عقبال ما تتفرد، تمام. وبتخلّيه مورّق وحلو أوي. زي ما أنتم ما شايفين كده هننزل بالمَيّة بالتدريج كده، زي ما أنتم ما شايفين، واحدة، واحدة. طبعًا بتاخد كام كوباية دقيق على حسب الدقيق، كل نوع دقيق وبياخد، يعني ممكن في دقيق كيلو دقيق ياخد معاكِ 4 كوبايات من المَيّة، وفي دقيق ممكن ياخد 5، وفي دقيق ممكن ياخد منِّك 3، تمام. فعلى حسب الدقيق زي ما أنتم ما شايفين كده. أهم حاجة ننزل بالتدريج، مش المَيّة مرّة واحدة لأ، بالتدريج زي ما أنتم ما شايفين كده. وأهم حاجة في الفطير العجن كويس، عشان لو عجنتِ الفطير بطريقة الصح وعطيتيه حقه في كل حاجة، هتاكلي فطير جميل. ما كنتش متخيلة يعني بصراحة إن الطريقة تطلع بالجمال ده. فهو أساس الفطير إنِك انتِ تعجنيه كويس جدًا وتسيبيه يرتاح، زي ما أنتم ما شايفين. بعد ما عجنت نُص ساعة في البولة اللي أنا عملته فيها من الأول، طلّعته تاني على الرخامة كده، طبعًا الرخامة نضيفة، وبقيت أفرد بيها بالشكل ده وألمّها زي ما أنتم ما شايفين. أهم حاجة نعجنه كويس لحد ما العجينة تدّينا ملمس ناعم وما بتلزقش في الإيدين كده، ونسيبها كده. قطّعتها على طول، أنا ما سِبتهاش ارتاحت، قطّعتها كوّرتها وسِبتها ارتاحت لمدة نُص ساعة. وهنا بعد النُص ساعة شايفين بقى هتتفرد معايا بكل سهولة إزاي. هنا بقى معايا زبدة أو سمنة على زيت ذرة عشان يبقى خفيف معانا كده وما يبقاش تقيل. رشينا رشة على الرخامة كده وهنفردها بالشكل ده. ولو اتخرمت منك أو اتقطعت زي كده عادي مش مشكلة، أهم حاجة إن احنا نفردها كويس جدا، وما يبقاش فيها جنب رقيق وجنب تخين، علشان الرقاق معانا يبقى زي ما انتم ما شايفين مورق وحلو كده، تمام. طبعا هنفرد أول واحدة وتاني واحدة، نفضل زي ما انتم ما شايفين كده بالشكل. بسم الله ما شاء الله بجد كان سهل خالص، اهو زي ما انتم ما شايفين. هنرش طبعا في قلبها رشة بسيطة من الزبدة، تمام. وما بياخدش سمن كتير على فكرة او زيت، بس انا حاطة زيت ذرة على زبدة علشان يبقى خفيف معاه وما يبقاش تقيل كده ويتعبنا، تمام. طبعًا رشة برضه، وهنحط بقى في قلبها كورة في قلب كورة لحد ما هكذا نكوّن الفطيرة. ممكن تحطي 4 في بعض أو 5 على حسب ما أنتِ عايزة، مش مشكلة،
تمام. دي فردناها ونسيتها بصراحة عشان حطيتها على جنب، عادي مش مشكلة برضه احطها عليها. كل ما تعجني العجينة وتسيبيه يرتاح هتاخدي نتيجة افضل ونتيجة احسن. حتى لو اول مرة انت تعملي الفطير وريحتي وعجنتي كويس جدا، هتلاقي نتيجة هايلة جدا. او زي ما انتم ما شايفين كده. طبعا بعمل كده لحد ما اعرف انا عايزة الفطيرة كبيرة وسط زي ما انا ما عاملاها، زي ما تحبي. طبعا انا مسرعة الفيديو بس، ولكن في الحقيقة وعلى الطبيعة العجينة كانت بتتفرد على طول والله زي ما انتم ما شايفين. هنا بقى جبنا الصينية دهناها زبدة وحطيناها كده، انا استكفيت بالفطيرة مقاسها. تمام. هنبقى هنشتغل في فطيرة تانية، وهنسيب التانية دي ترتاح لمدة 10 دقايق، وبعد كده هنفردها وندخلها الفرن. ملحوظة مهمة جدا، قبل ما تشتغلي في الفطير شغلي الفرن على أعلى درجة حرارة عشان يسخن كويس جدا، عشان الفطير يقب معاكي كده ويبقى منفوخ ويستوي معاكي على طول وحلو، عشان ما يبقاش معاكي ناشف ومش منفوخ كده ولا مورق. فلازما ان احنا نسيب الفرن نسخنه قبلها ب10 دقايق. يعني انا كده قبل ما اشتغل كنت سايباه شغال. ده التقطيع ده عادي جدا مش مشكلة. هنا بعد ما سيبناها ارتاحت 10 دقايق هنفردها بالشكل ده كده وهندخلها الفرن ربع ساعة بالظبط، وهتاكلي احلى فطير. شايفين ما شاء الله اتنفخ معانا ازاي.